قبل أن نبدأ التفسير، قبل أن نشرع في التفسير، لا بد من وقفة وفاء. وقفة وفاء على الشيخ عبد الله أكسوح رحمه الله، الذي كان إماما في هذا المسجد العتيق لمدة معتبرة من الوقت، ثم انتقل إلى مسجد آخر في تيزي وزو في حي بوعزيز، فكان إماما، كان جبلا راسخا مجاهدا عالما يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبقوة البيان. الشيخ عبد الله أكسوح ثلاث يعفور بي رحمه الله انتقل لرحمة الله يوم الأحد الماضي، ودفن يوم الاثنين. يصدق عليه قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الشيخ عبد الله أكسوح كان مجاهدا، لبى نداء الثورة الجزائرية المباركة وهو صغير السن، وكان من رفاق المجاهدين الكبار، منهم عميروش الفلسطيني عفور بي ذا مجاهد يندن عام الثورة، يندن عام الجهاد ذي ثمورة الجزائر، يجوهد أمن تسع أمي مجوهاد وياض ذي المزيان نندن عام الثورة أنعم الجهاد. أما كنت حصام لأنه قال يموت الفلسطيني عفور بي لأنه وياض درن إفكاسنا ربي تغزي العمر. هذا يدينا ربي من المؤمنين رجال، من تفيد التبعيض، بعض المؤمنين رجال. هذه الرجلة ثير ركزة يرحم ربي وسيلنان شبحة برقاز ثير ركزة، شبحة برقاز ثير ركزة. جمال الرجل في رجولته. مدينة الرجلة المعنيس التضحية، المعنيس الجهاد، المعنيس العطاء، تسكتي الركزة. لذلك ربي القرآن الكريم يفذر في الركزة أطاس ذي الآيات، مثلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. تي الركزة في مواقف الجهاد، في مواقف التضحيات، في مواقف العطاء والبذل، لازم صفة الرجولة تكون حاضرة. الشيخ عبد الله أكسوح ثلاث يعفور بي كان مجاهدا، ذا مجاهد، لم يكن غائبا، كان حاضرا. ثقي محطة من محطات حياة الشيخ عبد الله أكسوح، محطة ثانية، بعد آخر في حياته، في مسيرته، وحياته صفحات مشرقة من الأعمال الجليلات، من المواقف التي لا يمكن لنا أن نحصيها في مثل هذا المقام، ولكن هذا من باب الوفاء، وقفة وفاء. ستكون لنا إن شاء الله فرصة للحديث عنه مطولا، لنسمع إلى الشهادات أنسليو قاذي سنن، أما وقاذي سنن ذرار للجهاد، أما وقاذي سنن حريش وياض ذي ثمورة الجزائر. إذن هذا البعد الأول، البعد الجهادي في مسيرة الشيخ عبد الله أكسوح رحمه الله. البعد الثاني هو البعد التربوي التعليمي. في بويد الجزائر الاستقلال الحمد لله يكمل المسيرة، وين يعني تصرف كان زارعا للقيم وحارسا لها بما يملك من هيبة، يسفكاس ربي الهبة
والرجل في المسلاي أرنو يسنتك برنوس الحكمة. التربية والتعليم كان معلما وأخذ العلم من سدنة العلم، التمس العلم المتين من روافده، من منابيعه الأصيلة. ذوين يدفعنا فريد نتصرف كاع فريد القراية، يكمل القراية الجامعية، نال الشهادات العليا فلاس يعفو ربي يغرى. ولكن في حاجة لقد نوكد فلاس القراية المنهجية القديمة، خاطر ترى مشكلة المنهجية لا ميثودولوجي ياك وقال جربن قارن لونسيان ايكول. لونسيان ايكول المدرسة القديمة الأصيلة تسعى خصائص دي كاركتيرستيك لا نجدها في المناهج المعاصرة إطلاقا. وحال المدرسة القديمة تسعى خصائص، تسعى منهجية. سيني كذب على الشيخ عبد الله أكسوح، لذلك كان له رسوخ قدم. القرآن الكريم يحفظه، أرنوياس المتون، أرنوياس السنن في صلى الله عليه وسلم، أرنوياس تاج الروم في اللغة العربية، أرنوياس ألفية بن مالك، أرنوياس صاحب عنده علاقة قوية مع المعاجم العربية، معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، لسان العرب، يعني يذفع غضفر أفريد للشيوخ النغي مزورة. وهذا منهج فريد، منهج متميز. إذن يسعى رسوخ قدم للتربية والتعليم، والحمد لله تخرج على يديه الآلاف من طلبة العلم. أدنرنو في مجال الإمامة والدعوة، كان إماما إلا ذا الإمام الشيخ الجامعي، لا ذاقي الجامعة العتيق من الجوامع، من المساجد التي أما فيها الناس هذا المسجد، إلا ذاقي الإمام ذي المسجد العتيق بتيزي وزو. الإمامة والدعوة، أي يعني أن الإمامة والدعوة هذا أمر آخر يتمثل قوله تعالى في سورة النحل الآية 125: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مردن الإمامة والدعوة نجمع يرسنت الإمامة يؤم الناس في الصلوات، يتزلس الغشي. أرنوين النظام الفقه وين حضر وقال لك في سنة قرمان كان يعلم الناس الفقه بمنهجية عجيبة. كان يقول مثلا من فقه الإمام كذا وكذا، ويعطي نماذج حصرية لفقه الإمام. أما هذه الصلاة أما في أمور كثيرة ماشي سقد في تفاصيل النظام إن شاء الله. يعني كان فقيها مفتيا، ذا المفتي جامع بين الأصالة والحداثة، يطف ذي الشرعيث يعني يجهدن. أما كان ذا معاصر لمستحدثات العصر للتكنولوجيا، يفهم هذه الأمور جيدا. ماشي لوين دي قارن الطف كان ذي زي قيم ذي خاطئ، لأن الشريعة من خصائصها أنها تجمع بين الثبات والمرونة. الثبات في الأصول، المرونة في الفروع. الثبات في القطعيات، المرونة في الظنيات. الثبات في الكليات، المرونة في الجزئيات. هذا منهج. وكان ممن يحسن التعامل مع أنواع الفقه، مع فقه النص، فقه النصوص، وفقه الواقع، وفقه الموازنات، وفقه مراتب الأعمال أو فقه الأولويات. كان محسنا لهذه الأنواع من الفقه رحمه الله. وكان يدعو الله عز وجل كما قلت بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادل الناس بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، معتمدا في ذلك على منهج النبوة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعتمدا على
قوة البيان. الشيخ عبد الله يسعى قوة البيان. ما إذا تكلم العربية تكلم فصيحها، وإذا تحدث الأمازيغية تحدث فصيحها. ما يهضر تستعرف يهضر تعرف النيل هان مليح يشبحن يجهدن. ما يهضر مازيغ قبايليت كيف كيف فمازيغ تشبح تملح أطاس إديجا إن شاء الله يروح يجاد الأثر. يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر. الفلس يعفو ربي أسرزق ربي الفردوس الأعلى الذي جعل ربي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. باش نبداو التفسير هذا في الواقعة التاريخية. قبل هذا نبداو التفسير ذاك ديال المسجد العتيق ذنسا يشاور ذا مزوارو. شاور الشيخ عبد الله كسوح ني غاسعير النية هذا بدو التفسير ذاكي غورك الجامع العتيق ذي رمضان وسكواس 2001 2001 ذنتسا يدي كان الضوء الأخضر يشجعي إنايك أفد التفسير كعين ربي يلا يدي يتأكيد النصائح يتأكيد توجيهات باش كان درب سبحان الله ربي يقول ولا تنسوا الفضل بينكم والستثرى الفضل يكون يشركن. الفضل بعد الله عز وجل يرجع إلى الشيخ عبد الله أكسوح الذي استشرته في الشروع في تفسير القرآن الكريم باللغتين العربية والأمازيغية هنا بالمسجد العتيق بتيزي وزو رحمه الله.